عمرك شفت رغيف حواوشي ب 8 جنيه او رغيف حواوشي اللي قد كف ايدي ده ب 8 جنيه بس؟ بصوا يا جماعه، انا دلوقتي اتاكدت ان الدنيا لسه بخير. انا دلوقتي رايح اجرب رغيف حواوشي ب 8 جنيه بس. اللي هو ازاي ده انا ما اعرفش. تعال نشوف بقى بيعملوه ازاي. جبت بقى من عنده 3 رغيف حواوشي لحمه، وانا كنت مصدوم ان الرغيف ده ب 8 جنيه. يعني اللي هو اصلا يا غالي ده رغيف الفول تقريبا ب 8 جنيه او ب 9 جنيه. يعني كون ان انت تاكل رغيف حواوشي ب 8 جنيه فدي حاجه كوميديه اصلا لوحدها. لا بقى ومخدم عليك بقى ومدلعك بقى، وكل رغيف لففهولك في ورقه لوحده. يعني اللي هو يا معلم انت هتشتري من عندنا، طب خد بقى الدلع كله. وكمان هنا بقى لما قلت له توصل لقيته حاط لي كاتشب على العيش من بره. فتعالوا بقى نفتحوا الرغيف ونشوفوا ايه اللي جوه. لا 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 يا معلم، ما اتفقتش معاك على كده. ده العيش من جوه ونص فاضي. يعني انت يا غالي عامل لي رغيف حواوشي ب 8 جنيه وتعمله لي من نص فاضي؟ حلوه الحركه دي، ضحكت عليا بس انا مبسوط. هو مبدئيا الحشو اللي جوه ده مش لحمه، بس انا لما سالته هو الصراحه قال لي بصراحه، قال لي يعني كون ان انت تشتري مني رغيف حواوشي ب 8 جنيه فانا هقول لك كل حاجه بضمير. هو قال لي فيها لحمه بنسبه 30% والباقي كله بصل ومتبلات بقى وفول صويا بقى وكل الكلام ده. والحمد لله انا كده اطمنت. انا كنت خايف على نفسي لا هوهو بعد الفيديو ده. بس هو الحشو كويس جدا على سعره، بس انت مش هتحس بطعم اللحمه نهائي. انا عايز اوصف لكم الطعم بالظبط. يعني هو عامل شبه فين؟ انت لما بتبقى مثلا معكش مثلا غير 5 جنيه او 10 جنيه وعايز تشتري اكتر حاجه ممكن تاكلك وتشبعك بس من غير ما تصرف فلوس كتير، فده هيبقى انسب سندوتش ليك، لان هو بجد هيشبعك بس مش هتحس بطعم اي حاجه. يعني هي التتبيله بتاعت اللحمه مش قويه قوي فمش حاسس بيها، وكمان العيش سمكه كبير قوي فمش هتحس غير بطعم العيش، فهتحس انك بتاكل عيش بس كون ان انت تشتري رغيف حواوشي ب 8 جنيه في 2023 وفي الوقت ده، فدي انت يعتبر دي اكبر صفقه في حياتي. يعني انا ال3 حواوشي دول اكلوني وشبعوني. هو انا ما كنتش مبسوط بس ما دفعتش غير 24 جنيه. وانت يا غالي لو بتحب التوفير والظروف عندك مش احسن حاجه فده هيبقى احسن مكان ليك. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي. طبعا على النبي محمد. اللي هو لو جعان يبقى عشان يشبعك، هو مفيش طعم. والتجربه كانت في اللذيذ بس ما اظنش ان هجربه تاني.